جا الرئيس ديالكم نتوما جا هنا للدار البيضاء ودار تجمع سياسي حزبي داخلي ديالو وقال لهم اسيدي انا غنوقف مع الدار البيضاء وانا غادي ندعم الدار البيضاء. ايوا جيب لينا واحد 33 مليار درهم من الدار البيضاء نديروا بها المشاريع اخرى اللي باقا راه باقي ما يدار في الدار البيضاء. الدار البيضاء خصها تكون قطب مالي. يلاه المشاريع اللي جات ديال 33 مليار ديال الدرهم اللي كانت الحمد لله توقعت قدام جلاله الملك وهذا الشيء فخر لينا في الدار البيضاء. الدار البيضاء ورش مفتوح دابا ان شاء واحد الوقت نهار الثاني ان شاء الله الاوراش احنا غاديين عند الصباح يحمد القوم السرى مع السنه الاشغال غنعرفوا القيمه ديال داك الشيء وغيولي ان شاء الله سهوله النقل وغتولي الترامواي خدام بالخطوط ديالو كاملين وغتولي الباصواي خدام بالخطوط ديالو كاملين وغتولي لي بيس هما بواحد الشكل اللي هما الان بشكل اللي هو من الولايه السابقه بشكل مشرف. الان كتلقى البيس فيه الويفي كتلقى البيس يعني شويه ما بقاش ديك التكرفيصه اللي كانت سابقا ايام الطاك وايام يعني مدينه بيس وايام كذا يعني كاين واحد التحول كبير. فجيبوا لنا سيدي سير لنا السيد رئيس الحكومه المحترم جود علينا ممكن ماشي بديك جود اللي معروفه اللي اختفت في الزلزال يعني واختفت في ساعه العسره لأننا كتجي في ساعه الانتخابات ما تجيش في ساعه العسره لأن لا ينفقون إلا وهم كارهون ولا ينفقون إلا وهم مضطرون إلى كذا. ماشي الإنفاق من أجل العمل الخيري. العمل الخيري عمل نبيل ولكن هما رابطين العمل الخيري بالسياسة. فجيبوا لنا سيدي واحد 33 مليار ديال الدرهم ياك عندكم سيدي دوك اللي داو الربحة أحزاب ثلاثة داو الربحة قال لك حنا صافي حنا غنسيروا حتى الجماعات الكبيرة حتى هي حتى واحد ما يشم الفار ما يدق الجار حتى شي واحد ما غادي ياخذ شي حاجه. حنا تتشوفوا بان بعد جاو لنا المجلس ما بقاش يجبدوا الجناوي عليك لجنه التتبع. علاش؟ لانهم اغلبهم منعشين عقاريين وباغيين يتقربوا من اللي ذاك باش تولي تنقص لهم في داك الشيء ديال اما دير لهم اداء على اقساط يشربوا وجهها معاهم باش دير على وجههم لانهم اعضاء في لجنه التتبع اللي عندهم هما كلهم كيديروا العقار كلهم كيديروا التجزئات تعطيهم الاقساط واما يعني بصفه عامه تسهل لهم الامور الاداريه وتسهل لهم الامور كذا وكذا كذا بقى غيضربوا عليها بالجناو وما عمرها انعقدت يعني وما عمرهم جابوا لنا. كانوا كيلومونا حنايا في الولايه السابقه كتقول لك ملف ليديك شديتوه ما عطيتو به وملف ليديك اسيدي كنا مدخلين فيه ناس ديال الاحرار كانوا كيمشيو معنا حتى الرباط يحضروا معنا مع العامل المكلف ديال المصالح المفوضه كيحضروا معنا تما كيحضروا معنا في التفاوض وحضروا معنا في المفاوضات الماليه حاضرين معنا الناس ديال الاحرار وحضرنا معنا ناس دخلنا معنا ناس استقلال وكنا يعني مفتوحين على الناس وكندخلهم هما بعد جاو سدوا الباب ولا واحد يدخل ولكن ولا درتي شي فايده مع دابا اللي ديك هي جايه وغتبغي 2027 بدات تقرب وخصنا نوجدوا روسنا وخصنا لا شيء ما عمرهم جابوا لنا ورقه ما عمرهم جابوا لنا تقرير ما عمرهم جابوا حتى شي حاجه. واحد النهار السيده الرئيسه قالت لك سيدي راني لا فيان غادي الرباط جايه الرباط على قد ديالك وتجي الرباط غادي الرباط حنا ما نعرفوا حتى حاجه زعما كمستشارين من داك الخير اللي كاين تما قولوا لنا اش كاين باش غنبهوكم لا كاين شي ما نبهوكم لا كاين شي ما كذا. ولكن مع كامل الاسف هذه بعض الامور اللي فيها كتبين بان كاين اختلال وكاين واحد يعني الخلل في التسيير. وشكرا لكم.